هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا عندي الحريرة، بغيت نقدم معكم طريقتي البسيطة والسهلة في تحضير الحريرة. الصراحة كتجي لذيذة بزاف وبنينة، واللي كيدوقها كتعجبو. كنتمنى تجربوا هذا الفيديو وهاد الطريقه ديالي، وديك الساعه تذوقوها وتردوا عليا خبر في التعاليق. وبالنسبه للمقادير، هنا عندي واحد قطعه ديال اللحم. هادو اختياريين، اللي بغا يديرهم يديرهم، اللي مبغاش الاول اختيار. عندي هنا شويه ديال الكرافس، وعندي هنايا واحد البصله محكوكه، بصله متوسطه، وواحد طاماط البنه اختياريه تاهي. عندي هنا قزبر ومعدنوس والحمص مفرك، وعندي الملحة وشوية ديال زيت الزيتون، وعندي كتوابل، عندي الابزار، وعندي سكينجبير، وعندي هنا القزبر حبوب. ضروري قزبر حبوب في الحريرة، كيعطي واحد اللذة خاصة. عندي شوية ديال القرفة، هذه لمسة خاصة هي. وعندي هنايا الخرقوم، وعندي هنايا مطيشه اللي ديجا حضرتها طيبتها ودرتها في المجمد باش كنلقاها سهله. وعندي هنايا مطيشه ديال الحك حتى هي عندي في المجمد. ونبداو ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. كناخذ واحد طنجره ديال الضغط او كوكوط، كنديروا فيها زيت الزيتون او لا زيت المائده على حسب الرغبه ديال كل واحد، ولكن زيت الزيتون كيعطي واحد لذة خاصة. وهنا درت تقريبا شي 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون باش ما كتجيش ميدمه بزاف، ما كنكثروش ليدام. عندي هنايا داك البصله محكوكه، وعندي الضامه ديال البنه. ضامه البنه كاين اللي كيبغي يديرها حتى الاخر، بعض المرات كنديرها حتى الاخر، بعض المرات ما كنستعملهاش نهائيا. ضامه البنه الصراحه بديت كنستغنى عليها. وكندير هنايا داك القطعه ديال اللحم، وعندي هنايا الحمص. انا كنفركو حيت ما كيعجبنيش بالجلده ديالو. وهنايا غادي ندير التوابل دابا. غندير شويه ديال الابزار، قياس ديك نص معلقه صغيره ديال الابزار، وغندير شويه ديال السكينجبير. دائما السكينجبير تيكون الدوبل تقريبا ديال الابزار، كيكون غالب على الابزار لان كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف في الماكله. وعندي هنايا قزبر حبوب، كما قلت لكم توا ضروري ندير في الطياب ديالي قزبر حبوب. وشويه ديال الخرقوم. الخرقوم تاهو قياس نص معلقه صغيره، تاهو كيعطي بنه وفيه بزاف ديال الفوائد. والملح على حسب الاختيار. عندي هنايا الربيع يعني قزبر ومعدنوس، الا كانوا عندكم طريين ديروهم. وعندي هنايا الكرافس. ودابا غادي نبدا نقلي كلشي. انا ضروري كنشحر البصيله مع داك التوابل، وداك قطعه ديال اللحم ضروري نشحروهم. من بعد ما تشحروا غادي نبداو نمرقوا. غنديروا الماء الكافي اللي غادي نحتاجو باش يطيب لينا داك الحمص وداك القزبر والمعدنوس واللحم الحميمه. غندير الماء الكافي. تبعوا هاد الطريقه راه كتجي سهله وبسيطه وسريعه في نفس الوقت، والاهم بانها كتجي لذيذه بزاف.
من بعد ما غلات ليا ما سديت الكوكوط على الحماص وداكشي شي تقريبا شي نص ساعه. المهم على حساب الحماص كاين اللي كيطيب كاين اللي ما كيطيبش. نتوما تبداو تشموا الريحه ديال الحريره صافي حلوا عليه. ملي كتبدا تغلي غادي نضيفوا دابا مطيشه الحبوب زعما مطيشه اللي ديجا حضرنا من قبل. بالنسبه للناس اللي ما محضرينهاش يديروا مطيشه عادي يقطعوها، يطيبوها في شي كاسرونه ومن بعد يطحنوها ويضيفوها. كاين اللي كيضيفها خضره، بصراحه انا ما كتعجبنيش خضره، ديما كنديرها هكذا طايبه كما قلت لكم. ما متوفراش كطيبوها ديروا في الجنيب واحد الكاسرونه نتوما كتحضروا وهي ديجا كطيب، ومن بعد كطحنوها وكتلقاوها واجده. فاش كتبدا تغلي صافي كتلقاوها واجده. دابا غادي نضيف مطيشه ديال الحك حتى هي غنضيفها. ضروري مطيشه ديال الحك لانها كتعطي اللون وكتعطي اللذه. صافي دابا غادي نخلط العناصر كاملين حتى كيذوبوا، نخليهم يغليو. هنا ما قلت لكمش العدس، ضروري العدس راه نسيت ما قلت لكمش. هنا العدس ديجا عندي مسلوق. بعد المرات راه كنديرو مع الحمص، لا كنت ما غاديش نسلقو كنديرو مع الحمص. دابا درتو حتى الاخر. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الرز يديروه مع. دابا في هذه اللحظه هذه انا ما كنديرش الرز لان بنتي المهم عندها كونستيباسيون بيرمانونت، عندها قبض دائم. دابا غادي ندير ندور الحريره. انا دايره هنايا الطحين والماء. كاين اللي كيدورها بالنشا، كاين اللي كيدورها بالبلبوله، وكاين اللي كيدورها بطاطا وخيزو. كديروهم بطاطا وخيزو كديروهم في الاول اللي كيطيبوا مع الحمص. ان شاء الله شي فيديو ان شاء الله نقدم لكم الحريره ببطاطا وخيزو عوض الدقيق، حتى هي كتجي لذيذه بزاف وصحيه في نفس الوقت. يعني ما كنديروش الدقيق. الدقيق الابيض يعتبر من بين سموم بيضاء. السكر والملح والدقيق. صافي هنايا بالنسبه ليا بانت لي جاتني شي شويه قاصحه، بديت كنضيف الماء. المهم نتوما على حسب الاختيار، كاين اللي كيبغيها قاصحه كاين اللي كيبغيها جاريه بزاف. انا المهم كتجيني بين وبين احسن، ما كتعجبنيش جاريه وما كتعجبنيش قاصحه. ضفت الماء الكافي ديالي. دابا غادي نخليها تغلي حتى كيطيب ليا داك الدقيق اللي زدت، ولكن ما تنساوش تحرك. نتوما كتحركوا لان كيبقى يتلصق داك الطحين كيهبط لتحت وكتبقى تلصق. من الاحسن بقاو كل شويه شويه ونتوما كتحركوا، ما تحبسوش زعما من تحرك شويه شويه، مره مره حركوا حتى كتبدا كتغلي باش نضيفوا اللمسه الاخيره وهي الشعريه. هي دابا غلات، بقيت مره مره كنحرك. هنايا كيف ما شفتوا ضفت شويه ديال قزبر ومعدنوس، وبعد المرات كنضيف حتى الكرافس. دابا ضفت غير القزبر ومعدنوس، هذه كتجي كيعطي واحد المذاق بنين اكثر الا كانوا طريين. هنا عندي شويه الشعريه، ديك الشعريه الرقيقه انا كنستعمل، يعني ماشي الغليظه، المهم متوسط الحجم متوسط. عندي مغسوله ضروري كنغسلها. صافي غادي نبدا نحرك. الشعريه كطيب غير في ديك السخونيه، يعني شي 3 دقائق ولا 4 دقائق. صافي كطيب. انا نبدا نحركها غير شي شويه، غنطفي عليها. وداك كيما قلت لكم الشعريه كطيب غير في السخونيه، يعني كطفي عليها وكتخليها الشعريه كطيب في داك السخونيه. صافي هي بدات كتغلي، شوفوا على اللون كتجي رائعه. المذاق كيعطي واحد الريحه طالعه غزاله ما شاء الله. المهم كنتمنى تجربوها، وديك الساعات ردوا لي في التعاليق كي جاتكم الطريقه وكي جاكم المذاق. كنتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله. صافي هذه الحريره ديالنا كتجي زوينه بزاف، وكيف ما كتشوفوا شوفوا اللون ديالها كيف داير غزال ما شاء الله، والمذاق تا هو غزال. هنا رافقتها بشويه ديال لانام معمرين بقطع الدجاج.
وهادو عندي واحد المليوية الرغيفات معمرين في الفران. المرة الجاية ان شاء الله نقدم لكم لانام، ونقدم لكم كذلك الرغيفات في الفران. هنايا ما صورتهمش. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعة ولا التعاليق ديالكم الغزالة بحالكم. شكرا بزاف، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.